النهارده الحلقه بتاعتنا هتكون مقارنه بين مسلسلين المفروض ان هما اقوى مسلسلين في التاريخ، اكتر مسلسلين في الحياه حصل عليهم خلاف. هو مين فيهم الاقوى؟ بريكنج باد ولا جيم اوف ثرونز؟ وبصراحه انا نفسي اتحطيت في المقارنه دي لما اتفرجت على المسلسلين، وكنت بحاول اشوف هو مين فيهم الاقوى او مين فيهم اكتر مسلسل عجبني. فعشان نحل الخلاف ده احنا النهارده جايين هنفصص المسلسلين ونعمل مقارنه ما بينهم من ناحيه كل حاجه، سواء قصه، شخصيات، احداث، اخراج، من كل النواحي حرفيا. هنفصل المسلسلين ونشوف احنا ايه اللي هيطلع معانا وهيكون ايه قرارنا في النهايه. فانا عايزك تعمل لك حاجه تشربها كده وتروق وتيجي تقعد معايا عشان نشوف ايه هو احسن مسلسل في التاريخ. طيب اول حاجه هنبدا بيها هي القصه. لو جينا نبص ناحيه جيم اوف ثرونز، بتدور احداثه في قارات وهميه مش موجوده، عائلات بيتصارعوا على عرش واحد وهو عرش المملكه. المسلسل طبعا مستوحى من روايات لجورج مارتن، وطبعا هو كاتب كبير جدا ومعروف مش محتاج. المسلسل فيه حاجات خياليه كتير جدا زي التنانين وزي الجيوش الموتى وحاجات كتير جدا، وانت بتتفرج على المسلسل هتبقى شايفها ومنبهر بيها جدا. وبصراحه اشهد ان هم عملوا بالكلام ده حاجات قويه جدا، وخلتني انا شخصيا وانا قاعد بتفرج مش زهقان ومش عايز الاحداث دي تخلص. اما قصه بريكنج باد فهي بتحكي عن والتر وايت، مدرس كيمياء غلبان وشخصيته ضعيفه جدا، اللي متجوز وعنده ولد وبيحاول طول الوقت ان هو يوفر لهم حياه كويسه جدا ويصرف عليهم لحد لما بيعمل فحوصات وبيكتشف ان هو عنده كانسر. من هنا بتبدا احداث القصه تتحول لشخص بيحاول ان هو يامن مستقبل عيلته عن طريق ان هو بيتاجر في المخدرات. فاحنا هنا بنتكلم عن جيم اوف ثرونز، مسلسل خيال علمي كامل 100%، وعن بريكنج باد وهو مسلسل واقعي 100%. لو جينا نشوف الشخصيات فهتلاقي ان جيم اوف ثرونز فيه شخصيات كتير جدا، ويمكن دي حاجه من الحاجات اللي ما عجبتنيش في المسلسل، هي فكره ان الشخصيات كانت كتير والشخصيات دي كانت قويه جدا، فبالتالي الشخصيات دي اتظلمت في ظهورها على الشاشه. شخصيات كتير جدا من اللي كانت في مسلسل جيم اوف ثرونز كانت تستحق ان هي تبان على الشاشه اكتر من كده بكتير، ولكن مع وجود عدد كبير جدا من الشخصيات ده ظلم بعض الشخصيات في ظهورها. شخصيات كتير جدا زي جون سنو ودينيرز، ناس كتير جدا كانت شخصياتهم قويه جدا، والمفروض ان الناس دي تاخد حق اكبر على الشاشه. ده ما حصلش للاسف. الشخصيات في جيم اوف ثرونز كانت قويه جدا ومبنيه بناء فعليا قوي جدا. انت ما فيش حد في المسلسل او شخصيه كانت موجوده ملهاش لازمه، كل الشخصيات ليها احداثها وليها تطورها وليها سبب لوجودها. ما فيش شخصيه كانت موجوده من اللا شيء كده، او بمعنى اصح ما فيش شخصيه تقدر تقول انك لو شلت اللاين الدرامي بتاعها ما فيش حاجه هتتغير في المسلسل. لا، كلهم كانوا موجودين وكلهم كان ليهم لازمه في الاحداث وكلهم كانوا لازم يبقوا موجودين. اما بالنسبه لبريكنج باد فهي كان فيها برضو شخصيات كتير، ولكن مش بالعدد اللي موجود في جيم اوف ثرونز. قصه في بريكنج باد كانت بتتمحور اكتر حوالين والتر وايت وجيسي اللي هما الاثنين الابطال بتوع المسلسل، وشخصيات تانية فرعيه زي مايك وغاز وسول. الناس دي كلها كانت شخصياتها ثانويه اكتر، موجودين في الاحداث ووجودهم كان مهم جدا، ولكن القصه نفسها كانت بتتمحور حوالين والتر وايت وجيسي. وده بصراحه كان مفيد بالنسبه لمسلسل بريكنج باد، لان هو خلى فيه تركيز اكتر على تطور الشخصيات وقوتها والاحداث اللي بتحصل معاها. عدد وجود شخصيات قليل في المسلسل مش كبير بيخلي الكاتب يركز اكتر مع كل شخصيه بيكتبها. الغلطه فيها هتبان، مفيش حد يداري الغلطه بتاعته. اما في جيم اوف ثرونز فلو كانت في شخصيه مش قويه قوي كان بيغطي عليها الشخصيات الكتير التانية اللي موجوده. فده ادى نقطه بصراحه لبريكنج باد في ان الكاتب ركز جدا في تفاصيل كل شخصيه. ومن هنا نروح للاخراج. الاخراج بتاع جيم اوف ثرونز مما لا شك فيه ان ده اخراج عظيم جدا. ميزانيه جيم اوف ثرونز اصلا كانت ميزانيه ضخمه جدا على فكره انتاج مسلسل، والميزانيه دي ساعدت المخرج جدا من ناحيه معارك، من ناحيه اماكن نصور فيها، من ناحيه مشاهد، من ناحيه امكانيات، من ناحيه جرافيكس زي التنانين وغيره. وده خلى الاخراج قوي جدا وخلى سرد الاحداث في المسلسل عالي جدا، على عكس بريكنج باد. لو انت جيت ركزت عليه ميزانيته ما كانتش قليله برضو، ولكن كان التركيز اكتر من الاخراج على التصوير وعلى الزوايا اللي بتاخد منها الكاميرا، على لبس الشخصيات، على الحاجه موجوده فين. مفيش حاجه في المسلسل او زاويه بتاخد منها صوره غير ما كان ليها هدف وليها سبب. فده بصراحه خلى الاثنين من اقوى المسلسلات اللي اتعملت اخراجيا في التاريخ برضو. وقت نزول جيم اوف ثرونز اخد ضجه قويه جدا وخلى ملايين من الناس بتتفرج عليه في بدايه نزوله خالص. يعني جيم اوف ثرونز من اول ما نزل وهو اتشهر جدا واخد فايب عالي جدا مع الناس، على عكس بريكنج باد اللي بدا بعدد قليل جدا بيتفرج عليه. مشاهداته ما كانتش قويه في الاول، ولكن مع الوقت ومع تطور الاحداث ومع ان المسلسل بدا يخش في الصراعات القويه اللي فيه والمواسم بتتتالى منه، المسلسل حقق نسب مشاهده عاليه جدا جدا جدا. ومن هنا نيجي لنهايه الاحداث عشان ما احرقش فيها كتير. جيم اوف ثرونز
مفيش شك ان المواسم الاولى منه كانت قويه جدا لحد تقريبا اخر موسمين. المسلسل بدا رتمه ينزل وبدا الريت بتاعه يقل وعدد مشاهداته تقل والاحداث بتاعته ما بقتش واقعيه ومش ماشيه على نفس السرد اللي كانت عليه، ولكن ده لسبب معروف، وهو ان جورج مارتن ما كانش لسه خلص الاجزاء الجديده من الروايه، ولكن المخرجين علشان طبعا النجاح اللي محققه المسلسل كانوا عايزين يصوروا المواسم الجديده من المسلسل، فاضطروا ان هم يستعينوا باتنين كتاب لسه مبتدئين هم اللي كتبوا نهايه المسلسل. وطبعا دي كانت اسوأ قرار ممكن يتاخد في المسلسل ده بالتحديد. دخول الشخصين اللي بيكتبوا كانت افكارهم مختلفه نهائيا عن جورج مارتن، وما كانوش هم اللي بانين الشخصيات عشان هم اللي ينهوها، هم اخدوا الاحداث اللي شافوها وبداوا يبنوا عليها، وده كان فشل قوي جدا. شخصيات كانت تقيله جدا في كلامها وفي احداثها وفي الردود اللي هي بتردها، بقى ملهاش اي لازمه في الموسم الاخير واللي قبل الاخير. حرفيا الناس كنت بشوفها على الشاشه بستنى اشوف هو هيقول ايه، لاني عارف انه اكيد في اللحظه دي هيقول حاجه قويه جدا. في اخر موسمين ما بقتش بهتم اصلا لما بيظهر، وده كان تدمير واضح للشخصيات بتاعت جيم اوف ثرونز وتدمير لكل اللي عمله جورج مارتن السلسله العظيمه بتاعته. طبعا جورج مارتن في النهايه مش خسران، الروايات موجوده والناس لو عايزه تقراها هتلاقي النهايه الواقعيه، ولكن اللي خسر هو شركه الانتاج اللي بتعمل جيم اوف ثرونز، لانهم للاسف نهايه المسلسل كانت مخيبه لامال ناس كتير جدا. اما عن مسلسل بريكنج باد فهو المواسم بتاعته تتالت بشكل حلو جدا، ويمكن المسلسل من موسم للتاني للتالت كان مستواه بيعلى، وهنا ممكن تكون نقطه فاصله ما بين جيم اوف ثرونز وبريكنج باد، لان في المواسم الاخيره من بريكنج باد المسلسل كان رتمه بيعلى على عكس جيم اوف ثرونز اللي رتمه بدا ينزل. يعني اختصارا بريكنج باد بدا بدايه بطيئه ولكن عالي مره واحده، اما جيم اوف ثرونز بدا عالي جدا وبدا ينزل في الاخر. فده كانت نقطة محورية جدا في التقييم اللي احنا هنعمله برضه. بريكنج باد انتهى نهاية مرضية للمشاهد، مش هقول لك ايه هي النهاية طبعا اللي حصلت، ولكن كانت نهاية اللي انت هتستناها او اللي انت هتستنى تشوفها، اللي هتخليك خارج من المسلسل بعد ما هو خلص بتقول ان المسلسل حلو جدا وانك مرضي جدا بالنهاية اللي حصلت، على عكس طبعا جيم اوف ثرونز. فلو جينا للمقارنة اللي احنا بنعملها دلوقتي هنلاقي ان جيم اوف ثرونز كانت شخصياته كتير جدا وكلها شخصيات قوية جدا والريت بتاعها عالي جدا وادائهم كان عالي جدا الا في اخر موسمين تقريبا، فبالتالي دي هتكون نقطه لجيم اوف ثرونز. وفي بريكنج باد الشخصيات برضو كان تطورها عالي قوي وقوي جدا، وبناء الشخصيه بتاعتهم وتطور شخصيه والتر وايت من الشخص الغلبان الطيب لشخص بيدير عالم تجاره مخدرات، فبالتالي هي نقطه برضو لبريكنج باد. فكده بالنسبه للشخصيات في هنا نقطه وهنا نقطه. ولو جينا ناحيه الاخراج فبالتالي هنلاقي ان الاخراج بتاع جيم اوف ثرونز برضو كان من اعلى الاخراج اللي اتعمل لاي مسلسل في التاريخ، فبلا شك ان احنا برضو هندي لجيم اوف ثرونز نقطه في الاخراج. ومن ناحيه بريكنج باد فبريكنج باد الاخراج بتاعه زي ما قلنا مفيش تفصيله فيه ما كانش ليها لازمه، فاكيد ان هو لازم برضو هيكون معاه نقطه. ثالث نقطه هنقارن ما بينها هي السرد والاحداث اللي حصلت في المسلسل وان انت تتشد للمسلسل اكتر. جيم اوف ثرونز سرد الاحداث بتاعه كان حلو جدا، كانت المشاهد بتاعته قويه جدا وانا اتشدت لشخصيات كتير جدا فيه واتشدت للمسلسل بشكل عام وكنت بتابعه بشكل مستمر. اما بريكنج باد فسرد الاحداث بتاعه برده كان قوي وكانت الشخصيات والاحداث بتشدك من بدايه المسلسل وانت قاعد بتتفرج وعايز تعرف ايه اللي هيحصل مع الراجل ده، الراجل ده هيعدي بالمواقف دي ازاي، الراجل ده احنا شفناه في اول المسلسل مش عارف يعمل حاجه، ما بيعرفش ياخد قرارات، شخصيته ضعيفه جدا، ازاي هيتحط في موقف زي ده ويعرف يعديه. فبالتالي دي برده نقطه هندي فيها لجيم اوف ثرونز بوينت وهندي لبريكنج باد بوينت. ومن هنا في وجهه نظري نقدر نروح لاخر نقطه تفصل في احداث المسلسلات وهي النهايه. على مدار المواسم بتاعت جيم اوف ثرونز كان مسلسل عظيم جدا، ولكن النهايه في اخر موسمين ما كانتش مرضيه، شخصيات اتدمرت تماما من شخصيه عظيمه جدا لشخصيات ملهاش لازمه ان هي تظهر. حرفيا النهايه تقدر تقول ان هي كانت بتخدع المشاهد او بيحاول يقنعك ان هو خلاص احنا كده هنقفل، او بمعنى اصح جيم اوف ثرونز تحس ان الكتاب فيه اتزنقوا في الاخر ما بقوش عارفين ننهي كل الاحداث دي ازاي والشخصيات دي ازاي والخطوط اللي معموله دي ازاي، فقال لك بص احنا نجيب ده هنا وده هنا وده هنا وقفل على كده وخلصت وخلاص والدنيا تمام. فبالتالي طلع يمكن اسوأ نهايه لمسلسل اتفرجت عليه. مسلسل كان مكتوب له ان هو يكون عالي جدا ولكن النهايه بتاعته كانت سيئه جدا، فللاسف انا مش هدي بوينت للنهايه بتاعه جيم اوف ثرونز لانها كانت سيئه جدا فما تستحقش البوينت ده. اما بريكنج باد فكانت زي ما قلت لك نهايته واقعيه جدا ومرضيه جدا للناس، فبالتالي هو يستحق البوينت اللي هياخدها هنا. بريكنج باد كان واحد من المسلسلات اللي يمكن بدايته كان رتمها بطيء ولكن فيما بعد هو بقى من اعلى المسلسلات عموما، حتى تقييماته على IMDb الحلقه الاخيره من مسلسل بريكنج باد هي اخده 9.9، يعني اعلى حلقه في تاريخ المسلسلات كلها، مفيش ولا حلقه من المسلسلات اخده
الريت ده غير الحلقه الاخيره من بريكنج باد، على عكس الحلقه الاخيره من جيم اوف ثرونز، واللي للاسف لو جيت تبص على تقييم الحلقه الاخيره لجيم اوف ثرونز على موقع IMDb هتلاقي تقييمها 4 من 10. فعشان كده البوينت بتاعت النهايه هتروح لبريكنج باد، وبكده تبقى النتيجه ما بين الاثنين 4-3 لصالح بريكنج باد. يعني انا عارف ان الحلقه دي ممكن تضايق ناس مني، ناس من اللي بتحب مسلسل جوت، ولكن انا باكد لكم يا جماعه ان مسلسل جوت انا واحد من اكتر الناس اللي بحب المسلسل ده، واحد من اكتر الناس اللي اتضايقت من نهايه المسلسل واللي كنت مستني نهايه اقوى من كده بكتير. المسلسل ده مفيش شك ان هو واحد من احلى المسلسلات اللي اتعملت في التاريخ، ان لم يكن التاني عليهم بعد بريكنج باد في وجهه نظري. يعني انا من وجهه نظري شايف ان جيم اوف ثرونز هو تاني اعلى مسلسل اتعمل في التاريخ، عشان بس الناس اللي بتحب جيم اوف ثرونز ما تجيش تقول لي انت ما شفتش المسلسل او ما فهمتوش او ما عرفتش ايه اللي حصل فيه او انت ما بتحبهوش وانت فان بوي لبريكنج باد. انا فعلا بحب بريكنج باد، ولكن بحب جيم اوف ثرونز جدا. فالمقارنه دي انا كنت لازم اعملها فعلا، ولما عملتها لقيت ان اللي انا قلته حقيقي جدا. فعلا بريكنج باد يستحق ان هو يكون في المركز الاول للمسلسلات. وبرده انت لو جيت بصيت على IMDb هتلاقي ان بريكنج باد هو اللي اخد المركز الاول على جيم اوف ثرونز. انا عارف ان في ما بينهم خناقه، ده يطلع شويه وده ينزل شويه، ولكن في النهايه المستقر عليه حتى الان هو ان بريكنج باد هو اللي في المركز الاول. فالمقارنه دي كانت لازم تتعمل، وفعليا لما اتعملت انا شايف ان النتيجه مرضيه جدا. جيم اوف ثرونز هو واحد من احلى المسلسلات اللي اتعملت في التاريخ واعظمهم، وبريكنج باد كذلك. فالموضوع بيرجع لك انت، لو انت بتحب مسلسلات الخيال العلمي والحروب والحاجات دي كلها فبالتاكيد جيم اوف ثرونز هيكون المسلسل الاعلى بالنسبه لك. ولكن لو انت بتحب الدراما الواقعيه والاحداث الواقعيه فبالتالي هتختار بريكنج باد. وهستنى ان انت بقى اللي تقول لي رايك في الكومنتات، انت شايف ان انهي مسلسل فيهم يستحق؟ ولو شفت ان انا في حاجه في الحلقه نسيت اقولها او نسيت اتكلم عنها او تقييم كان ممكن يعلي الريت بتاع جيم اوف ثرونز، هستناك تقول لي رايك في الكومنتات وتسيبه لي في الكومنتات وانا هرد عليك ونتناقش فيه مع بعض. فدي كانت الحلقه بتاعتنا. لو الحلقه عجبتك ما تنساش لايك شير سبسكرايب، ابعت الفيديو لاصحابك عشان لو هم كمان محتارين في المقارنه دي يشوفوا الفيديو ده واخيرا يرسوا على قرار. واستناني في الحلقات اللي جايه عشان هقول لك على حاجات اجمد بكتير جدا، واشوفك الحلقه اللي جايه. سلام.